فإذا زنى المحصن وهو الذي قد تزوج فإنه يجب أن يرجم وجوبا حتى يموت، يوقف في مكان واسع ويجتمع الناس ويأخذون من الحصى يرمونه به حتى يموت. وهذه من حكمة الله عز وجل، يعني لم يأمر الشرع بأن يذبح بالسيف وينتهي أمره، بل يرجم بهذه الحجارة حتى يتعذب ويذوق ألم العذاب في مقابل ما وجده من لذة الحرام، لأن هذا الزاني تلذذ جميع جسده بالحرام، فكان من الحكمة أن ينال هذا الجسد من العذاب بقدر ما نال من اللذة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إنه لا يجوز أن يرجم بالحجارة الكبيرة، لأن الحجارة الكبيرة تجهز عليه وتميته سريعا فيستريح، ولا بالصغيرة جدا لأن هذه تؤذيه وتطيل موته، ولكن بحسب متوسط حتى يذوق الألم ثم يموت. ويعتبر هذا إحسانا في القتلة، لأن إحسان القتلة أن يكون موافقا للشرع على أي وجه كان.